كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزالك كل خير. انت فاعل خير، اقل شيء في ايديك يبان لك صغير، بيكون له في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزالك كل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأفاضل الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين بحلول شهر رجب الكريم. احنا النهاردة في مسجد تاج الدين بمنجباد. سوف نتكلم عن هدم وبناء المسجد مع السادة الأفاضل اللي جايين على هذا العمل. جزاهم الله كل خير وجعل الله في ميزان حسناتهم. شجع غيرك هيكتر خيرك، يملى الدنيا نور ويجيلك، واللي النهارده قدمته راجع بكره ليه. ما تعودناش في الخير نفاصل ولا بنساعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما لاح قمري وأورق عود. أخوكم بركة علي عبد الباسط، عضو مجلس الإدارة لبناء مسجد تاج الدين بالجهود الذاتية. يا سادة يا كرام، هذا المسجد أغلق منذ 5 أشهر بسبب أنه آيل للسقوط، وتقدمنا بطلب للسيد وزير الأوقاف لبناء المسجد بالجهود الذاتية، وقامت أهل الخير من أهالي منقباد والقرى المجاورة بمد أيديهم وشمروا عن سواعدهم لبناء المسجد، وتم هدم المسجد بفضل الله عز وجل، وحفر 4 أمتار في عمق الأرض، وعمل البدروم. والبدروم هو عبارة عن مسجد للنساء ونصفه للرجال، ودورة مياه عبارة عن 24 دورة مياه، وميضة 24 حنفية، ومغسلة للأموات، مغسلة عمومية على الطريق العمومي. والدور الثاني هو صحن المسجد 640 متر كاملة بفضل الله، مسجد للرجال، وأعلى السقف مئذنتين، وهذه الشخشيخة اللي هتنور المسجد في النصف. ولكن يا سادة يا كرام، والله الذي لا إله إلا هو، لقد انتهينا من كل ما في جعبتنا من أموال، ليس لدينا أي شيء، نحتاج إلى التشطيبات كاملة، بند الأبواب والشبابيك كامل، محتاجين للدهانات كاملة. يا أهل مصانع البويات، يا أهل الدهانات، يا أصحاب محلات البويات، ومحتاجين ل70% من بند الكهرباء لم يقترب منه أحد، ومحتاجين ل2 طن حديد 4 لينة، ومحتاجين ل400 كيلو 2 لينة، ومحتاجين لأشياء كثيرة وكثيرة وكثيرة. محتاجين لبند السيراميك أو البلاط 2000 متر ل3 بلاطات يا سادة يا كرام. ونأمل في الله أن نصلي رمضان في المسجد، فمن كان عنده سائد فضل فليتصدق علينا وليقترب منا لوجه الله. وعلى أهالي منقباد يا حضرات، احنا كل يوم بنغدي العمال حوالي 70 أو 80 عامل. أهل المنطقة أكرمونا على مدار 3 شهور 4 شهور، كل يوم واحد بيطلع من بيته الغداء. فمن كان عنده زائد فضل يتصدق علينا ويتصل بينا ويقول أنا هغدي العمال النهارده، ده بند كبير ومكلف بالنسبة لنا. وأنا تليفوني 012 214 18012. أي حد عاوز يكرمنا وعنده زائد فضل يتصل عليا، أروح له لغاية البيت، يجينا يتفضل يشرفنا، يتفضل يشوف المسجد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأستحلفكم بالله كل من يرى هذا الفيديو يشيره على أوسع نطاق، عسى أن يأتي أحد يتصدق علينا ويكرمنا ويساعدنا، يكون لك أجر مثله. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزالك كل خير. انت فاعل خير، اقل شيء في ايديك يبان لك صغير، بيكون له. والله أنا مبسوط جدا باللي سمعته، وجزاكم الله كل خير، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين، أنت وأهل الخير. وبإذن الله نصلي فيه أول يوم في رمضان إن شاء الله بعد إتمام تشطيب مسجد تاج الدين إن شاء الله. أستاذ محمد جزاك الله خير وربنا يبارك فيك وفي أولادك.
احنا نسأل الله رب العرش الكريم أن يرقق قلوب العباد إلينا ويفد إلينا أهل الخير للتبرع حتى نكمل المسيرة إن شاء الله ونفتتح في أول رمضان. جزاكم الله خيرا. يا رب تتغير حاجات كتير، شجع أهل الخير كتير، وأنت لو مش هتتبرع فشارك الفيديو عشان يوصل لأهل الخير. النهارده قدمت وراجع بكره ليه. ما تعودناش في الخير نفاصل.